مصر عايمة على كنوز من المعادن النادرة هتدخلها مليارات الدولارات كل سنة وتخليها واحدة من أهم الدول في العالم في الصناعات الحديثة. أيوة زي ما سمعت كده، كمية ضخمة من المعادن النادرة اللي محدش واخد باله منها. يعني الحكاية مش ذهب وبترول، لا دي طاقة نووية تكفي بلد بحالها وهتنقل مصر في حتة تانية خالص. يا ترى ايه حكاية الكنوز النادرة دي وازاي هتنقل اقتصاد مصر في حتة تانية؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، خليكم معانا للآخر. الحكومة بتعمل دلوقتي خطة كبيرة هتنقل مصر في حتة تانية، والدولة بدأت تتحرك فعليا، وفي تكليفات واضحة بعمل استراتيجية شاملة للمعادن النادرة. وحاليا في شغل على المسح الجيولوجي وجذب استثمارات وشراكات مع دول كبيرة. بس هو ايه الحكاية؟ هقولك. في بداية 2026 رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن في تكليفات مباشرة من الرئيس السيسي بوضع استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة عشان يتم تحويلها من مجرد خام لمنتج صناعي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وده على حسب موقع العربية. وده معناه إن مصر مش ناوية تكتفي بالاستخراج، لا دي كمان داخلة بقوة على التصنيع. يعني ببساطة بدل ما تبيع خام وخلاص، لا ده احنا كمان هنصنع ونصدر منتج نهائي، وده فرق ضخم جدا بيتحسب بالمليارات. طيب ايه بقى الكنوز اللي تحت أرض مصر؟ أول حاجة عندك التانتلوم، وده واحد من أهم المعادن في العالم، ومصر عندها احتياطي ضخم جدا منه يوصل لحوالي 48 مليون طن في الصحراء الشرقية. وده معدن أساسي في صناعة الموبايلات والأجهزة الإلكترونية، وده على حسب موقع العربية. بعده على طول النيوبيوم، موجود في مناطق زي أبو دباب ووادي العجلة، واحتياطه بيوصل حوالي 850 ألف طن، وده بيدخل في صناعة الطيارات والصواريخ لأنه بيقوي السبائك المعدنية. أما بقى اليورانيوم اللي العالم كله بيجري وراه، فمصر وصل احتياطها المعروف منه لحوالي 16100 طن، وده رقم كبير جدا بيخليها لاعب مهم في مجال الطاقة النووية. وكمان مش ده المصدر الوحيد، لأن في يورانيوم موجود في الفوسفات، واللي احتياطه في مصر ضخم جدا بيوصل لحوالي 700 مليون طن، وبعض التقديرات قالت انه ممكن يحتوي على حوالي 42 ألف طن يورانيوم على حسب موقع العربية. أما بقى بالنسبة للرمال السوداء الموجودة على طول الساحل الشمالي من رشيد لحد رفح، مصر عندها احتياطي بيوصل لحوالي 7 مليون طن. الرمال دي فيها معادن تقيلة جدا زي الإليمنت والزركون والروتايل والمونازايت، ودي بتدخل في صناعات زي الطيران والإلكترونيات والسيراميك. ده غير إنها بتعتبر مصدر مهم للعناصر النادرة والمعادن المشعة، وبيوصل حجمها لحوالي 6 مليون طن. وعشان كده الدولة عملت مجمع مصانع ضخم في رشيد عشان تستغلها وتحقق منها قيمة اقتصادية بدل ما تفضل مدفونة، وده على حسب موقع الدستور. الدكتور يسري شرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإفريقية أكد إن مصر عندها احتياطات واعدة جدا من المعادن النادرة والمعادن الاستراتيجية زي التانتلوم والنيوبيوم، خاصة في منجم أبو دباب اللي بيعتبر من أكبر الاحتياطات عالميا. وقال إن المعادن دي بقت عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي لأنها بتدخل في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وحتى الصناعات العسكرية. الشرقاوي قال إن في معادن زي الثوريوم ممكن تكون مستقبل الطاقة النووية النظيفة. وعلى حسب تصريحات الدكتور حسن بخيت وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبق لليوم السابع، المعادن نادرة مش نادرة في وجودها، لا دي كمان صعب استخراجها، وده اللي بيخليها غالية والعالم كله بيجري عليها. وعلى حسب مصادر إن السوق العالمي للمعادن النادرة وصل لأكتر من 175 ألف طن، ومتوقع يوصل لأكتر من 214 ألف طن في 2029. وده معناه إن اللي عنده المعادن دي عنده كنز حقيقي. يعني من الآخر اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد اكتشافات، ده مشروع اقتصادي ضخم ممكن يغير شكل مصر بالكامل. احنا مش واقفين على أرض عادية، احنا واقفين على ثروة بمليارات. بس يا ترى مصر هتستغل الكنز ده صح وتبقى من أهم الدول في العالم في المجال ده، ولا هيفضل مدفون تحت الأرض؟